الليله ليلتك يا اهلي. الاهلي النهارده اتضرب له عصفورين بحجر، فوز على بيراميدز والتصدر الدوري بفرق 3 نقط، وهزيمه الزمالك قدام اسوان. تعالوا مع بعض نختصر ونخش في الجيم ونشوف افكار كولر عشان يقابل بيراميدز ويقفل كل مفاتيح خطورته، وايه هو السلاح الهجومي اللي اعتمد عليه عشان يقدر يضرب فريق بيراميدز. تابعوني انا صاحب الكرة وتحليل الاهلي وبيراميدز. مبدئيا هو ده النمط او الشكل اللي بيعتمد عليه الاهلي هجوميا. هتلاحظ دايما ان في هنا برونو سافيو طالما اللعبه على الناحيه الشمال، علي معلول هو اللي بيثبت في الحاله الهجوميه دي، بيثبت وبيأمن ورا عشان يبقى فيه 3. برونو سافيو بيشد الملعب ناحيه الشمال، ومحمد هاني طالما اللعبه مش عنده فبيبدا يقطع هو ويتحرك في المساحه العكسيه. وهنا كريم فؤاد بيبدا يدخل جوه عمق الملعب، يعمل الكات ان لجوه عشان خاطر يسحب المدافع فيفرغ مساحه لمحمد هاني في مساحه عكسيه. شادي حسين على حسب سير اللعبه بيبدا يقطع، لو الاهلي بيجمع اللعبه من الناحيه الشمال بيبدا يقطع الناحيه الشمال زي ما انتم شايفين هنا في الحاله دي الهجمه بتتجمع من ناحيه الشمال. هتلاقي شادي حسين بيقطع لبره، بيقطع عكس اتجاه الهجمه. فينا في الشمال انا ببدا اتحرك كده عشان اللعبه تيجي كده، عشان يتخلق مساحه في العمق. يبدا قفشه اللي بيلعب 9.5 النهارده مش 10 يقطع هو في المساحه اللي في عمق الملعب. برونو سافيو بيمررها في القلب، لكن الكره كانت جامده شويه، لكن في النهايه الفكره واضحه. برضو داني نفس الفكره، بتبدا تلعب من الناحيه الشمال، هتلاقي علي معلول ثابت في الحاله الهجوميه، برونو سافيو هو اللي بيفتح الملعب. محمد هاني مجرد ما الاهلي بيبدا يتدرج وبيزيد خطوات لقدام، كريم فؤاد بيسحب محمد حمدي لجوه، ومحمد هاني بيبدا يزيد او يطير في الناحيه اليمين، يبدا يفتح الملعب عشان يستلم في المساحه العكسيه. هنا علي معلول بص، محمد هاني بيرفع ايده عشان كريم فؤاد دخل لجوه قلب الملعب. علي معلول هنا ثابت ورا في الحاله الهجوميه، محمد هاني بيبدا يزيد هجوميا، تتعكس الكوره لكريم فؤاد اللي بيهيئها لمحمد هاني اللي عنده فدان ارض يقدر يتحرك بيه وينطلق. محمد هاني يعمل العرضيه، كريم فؤاد جوه منطقه الجزاء كمهاجم تاني جنب شادي حسين. الشق الدفاعي في نقطتين معينين احنا دايما بنتكلم عنهم هنا في كل ماتشات الاهلي عشان ناكد الفكره بتاعت مارسيل كولر، وايه هي انه لما محمد هاني بيزيد بيبدا ياسر ابراهيم يامن ظهره، يدخل في مساحته، يتحول كانه باك يمين، فبيخش في قلب الملعب محمد عبد المنعم. الناحيه العكسيه بيبدا يرجع شويه علي معلول لان محمد هاني زاد. وفي حاله ان علي معلول هو كمان فاتح الملعب، السوليه او حمدي فتحي لعيب وسط الملعب عموما اللي ماسك المنطقه الشمال بيرجع يرد مكان معلول عشان يبقى في 3 بيأمنوا في الحاله الدفاعيه هنا. ولان الرد من عمرو السوليه ما كانش سريع، فرجع هنا كريم فؤاد عشان يأمن المساحه اللي بيستلم فيها لاكاي، عشان يضم في القلب فيغطي المساحه ما بين ياسر وعبد المنعم في قلب الملعب. ولان كريم عنده سرعه ورخم بلغه الكوره في الحاله الدفاعيه، فبص امن ما بين قلبين الدفاع، شتت الكوره من قدام لاكاي ومنع الهجمه. وكل ده لسه السوليه ما كانش ارتد دفاعيا. اللي بيسري على محمد هاني وتمركز قلب الدفاع اليمين معاه، بيسري برضه على احد قلبين الدفاع، لان رمضان صبحي بيقطع كتير لجوه، بيستلم بين الخطوط، وعشان الاهلي بيلعب بارتكازين بس فممكن الاثنين يتضربوا زي في الحاله دي، ورمضان صبحي يستلم في ظهر اليو ديانج وعمرو السوليه. بس عشان مارسيل كولر محفظ الرباعي الدفاعي ايا كان اسمائهم طريقه معينه عشان نامن وندافع وما نسيبش مساحات في ظهرنا. ياسر ابراهيم ساب مكانه هنا ونزل مع رمضان عشان ما يخلوش يستلم براحته، فيستلم بظهره وينزل ساحب هنا ياسر ابراهيم. بص معايا هتلاقي محمد هاني ثابت، محمد عبد المنعم بيضم للقلب، وعلي معلول الناحيه الثانيه بيبدا يرحل، فبتتحول اقرب ل3. ازاي بيراميدز بيفكر وازاي الاهلي تصدى للفكره دي؟ بيراميدز بيعمل نفس الفكره تقريبا او شبه الفكره اللي بيعملها الاهلي نوعا ما في الحاله الهجوميه، وايه هي؟ انه بيجمع اللعب في الناحيه معينه وبيبدا يعكس اللعب على الناحيه الشمال عند مفتاح اللعب بتاعهم اللي هو محمد حمدي. فبص معايا هنا هتلاقي ان الاهلي رباعي، وادي 3 عمرو السوليه الرابع بتاعهم، قفشه، وقدام شادي حسين 4-4-1-1 في الحاله الدفاعيه، وكلهم مرحلين في المنطقه اليمين لبيراميدز. بص هنا الكره بدات ترجع ورا لعلي جبر، علي جبر اللي اتطور كتير جدا جدا الفتره الاخيره مع تكيس، وبدا يبقى مفتاح لعب من مناطق التحضير لبيراميدز. بص معايا هنا نظره كريم فؤاد، محمد هاني ضامن في القلب هنا مع مصطفى فتحي اللي داخل بيه لجوه، وهنا محمد حمدي بيرفع ايده، انا فاضي تماما، انا عندي مساحه عشان نلعب اللعبه المتفقين عليها، العب الكره في المساحه العكسيه. لكن بص كريم فؤاد واخد تعليمات، باصص على محمد حمدي. فبص معايا في الحاله اللي بعد كده، مجرد ما علي جبر يلعب الكره هتلاحظ ان كريم فؤاد رجع خامس جنب محمد هاني وقلبين الدفاع وعلي معلول، فبتتحول ل5 لان انت عندك وينج بيقدر يعمل الدور الدفاعي، فبيتحول من وينج صريح لوينج باك، اللي هو كانه واخد الخط من اوله لاخره دفاعا وهجوما عشان يقفل اللعبه اللي بيعتمد عليها بيراميدز طول الجيم. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.